السيف بالجريان. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أقبل رجل من العراق، رجل تخصصه طرح شبهات، لم يذهب ويجلس في مجلس لأحد أئمة العلم ويطلب العلم، لا، يبحث في القرآن عن شبهات ويطرحها للناس. فأقبل ودخل المدينة، يعرف أين موضع عمر وأين موضع عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يعرف أن يسأل عن عبد الله بن عمر طالب علم، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو، عن ابن عباس، يعرف أن يتوجه إليهم، لكنه لم يفعل. مضى إلى مجالس الناس ونواديهم، وأقبل يقف على كل مجموعة منهم، ليس في المساجد كلا، بل في الأسواق من العامة، الذي ربما لو تطلبه أن يقرأ سورة قصيرة لأخطأ فيها، عامي لا يعرف إلا ما يقيم به صلاته، لم يطلب العلم ولم يحفظ القرآن. أقبل يقف على مجموعات وهم يتحدثون في أمور دنياهم، فلما وقف إليهم قال: عندي مسألة. ما عندك؟ رجل جاء من العراق نسمع أخباره. قال: إن الله يقول في القرآن: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ويقول في القرآن: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هل الله يسألنا أم لا يسألنا؟ فجعل الناس يضطربون، فعلا قرآن متناقض، هل يسألنا أم لا يسألنا؟ ثم يدعهم في حيرتهم ويذهب إلى مجموعة أخرى ويطرح عليهم سؤالا مثله أو قريبا منه، ثم يذهب إلى مجموعة ثالثة، حتى بدأ الناس يتشككون في القرآن. فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فدعاه عمر، فجيء به إليه وهو صبيغ بن عسل. قال له عمر: ما عندك؟ أنت من أين؟ قال: أنا من العراق. قال: ما عندك؟ قال: عندي مسائل. قال: هات مسائلك. فقال: إن الله يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ويقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نبئنا يا عمر، هل يسألون الله أم لا يسألنا؟ فقال له عمر: إن يوم القيامة يوم طويل، في يوم كان مقداره 1000 سنة، وفي آية 50,000 سنة. قال: إن يوم القيامة يوم طويل، ففي موطن يعنف الناس، يقال لأحدهم: زنيت، سرقت، عققت، ولا يطلب منه أن يجيب عن ذلك لأنه ثابت عليه. وفي موطن تعرض عليهم صحفهم ويسأل، يقال له: لماذا زنيت؟ لماذا سرقت؟ لماذا فعلت؟ فهو في مواطن يعنف ليعرف جلالة شره وفجوره، وفي موطن آخر يحاسب. هل فهمت؟ قال: نعم. قال: فما عندك من مسائل؟ فجعل يطرح شبهة تلو شبهة وعمر يجيب عليها. فلما انتهى قال له عمر: انتهت مسائلك؟ ما عندك شبهات؟ قال: نعم. قال: لما كان عندك مسائل ما جئت إلي؟ لما لم تذهب إلى فلان وفلان من الصحابة؟ لما ذهبت إلى نوادي الناس وأسواقهم وعامتهم وجهالهم وجعلت تشككهم في قرآن ربهم؟ لماذا؟ فأغلق على الرجل، لأن نيته كانت واضحة، أن يشكك الناس وأن يشتهر بينهم أن عنده شبهات. يريد أن يذكر اسمه في الجرائد، أن تقام له قنوات فضائية تقام فيها برامج، يريد اسمه أن ينتشر ولو باللعنة، أهم شيء أن ينتشر. قال له عمر: لما لم تذهب إلي؟ تأتي إلي أو تذهب إلى عثمان وعلي وإلى الصحابة العلماء إن كنت باحثا عن الحق. فسكت الرجل. فقال عمر: اجلدوه، يعذر، اجلدوه. فجلدوا ظهره، ثم قال: اكشفوا عمامته ومل بالعصا على رأسه. فضربوا رأسه ضربات، ثم قال له عمر: هل بقي في رأسك شيء؟ عندك نية أن تشكك الناس مرة ثانية في الدين؟
تريد تطلب العلم، طريق العلم واضح، لكن تذهب تشكك الناس في ديننا، كلا. هل بقي في رأسك شيء؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين ما بقي في رأسي شيء. قال اذهب إلى العراق، والله لئن بلغني عنك شيء لأقطعن رأسك. فذهب الرجل، فلما انتهت سنوات عمر رضي الله تعالى عنه، ثم تولى عثمان رضي الله عنه، ومضى له سنوات في الخلافة، ثم قام عليه من قام من الخوارج وأوباش الناس. أرسل بعضهم إليه ليجيء، فجاء صبيغ قال ما عندكم؟ قالوا إن الذي كان يضربك عليه عمر اليوم له قيادة، تعال ادخل معنا، ادخل مع الخوارج، نحن أهل الشبهة، ادخل معنا. فحك ظهره وقال أما أنا فقد أدبني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والله لا أدخل معكم في شبهة بعد ذلك. كانوا حريصين على أن يحموا الناس من الشبهات. أما يأتيك إنسان ويقول لك هذه حرية فكر ليكتب ما أراد، أتحداه يكتب شيء عن الحكومة. إن كنت رجلا وتقول حرية فكر، انتقد شيئا يتعلق بالحكومة، يتعلق بالأمن، يتعلق بالأموال، يتعلق بفساد إداري، انتقد إن كنت رجلا وتدعي حرية الفكر. أما أن تميل على ربنا وعلى كتاب ربنا وتكتب ما شئت، أو تكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم